لما تروح في حتة جميلة زي ديت وانت واقف على البحر وشايف منظر زي ده، يجي ايه في دماغك؟ تيجي اسكندرية ايام زمان، ايام ما كانت فاضية وهادية وجميلة كده. هو المنظر ده الواحد عايش على ذكراه. يعني الواحد كل ما يروح حتة زي كده هو ويشوف منظر زي كده، مفيش اي حاجة في دماغه تيجي غير اسكندرية وجمال اسكندرية ايام زمان، لما كنت كده تلاقي الدنيا فاضية وساعة العصاري والجو جميل وكل حاجة حلوة، عشان احنا بلدنا حلوة. فالواحد عشان كده عايش على الذكريات الجميلة دي تروفيخا اللي في اسبانيا، اللي على البحر على طول، اللي درجة الحرارة كانت في الوقت ده، كنا في اكتوبر، درجة الحرارة 27 28، اخر جمال. العمارات هنا كلها لازقة ببعض كده، شكلها جميلة قوي، كلها برندات على البحر على طول. الظريف فيها ان اسعارها مش غالية قوي بالمقارنة بالاسعار في حتت، يعني في حدود 300 الف يورو تشتري تمليك شقة زي كده. تهيألي اسعارها كويسة. النهارده عشان يوم شغل هتلاقي كل الناس اللي موجودة بقى اللي هم يعني عادة معاشات يعني، لكن بعد شوية تلاقي بقى يبتدوا الشباب والناس الصحية شوية. بس والله مزاج وعيشة جميلة جدا ومريحة للأعصاب وجو جميل. يعني النهارده في شوية غيوم لكن الدنيا حر جدا. طلعنا هنا بقى وركبنا حاجة زي الطفطف، لطيفة جدا وظريفة جدا. أظن كانت ب3 يورو الواحد، تاخدك في جولة جميلة. اتفرج على الفيلل بقى في كل حتة، الشوارع نظيفة هادية فاضية. اللي راكب سكوتر، اللي راكب عجل، ظريفة جدا جدا. ومش عارف يعني ما اقدرش اقول هل دي مثلا حاجة زي ايام العجمي زمان، زي الفيلل بتاعت زمان اللي كانت في الحتت ديت او كده. حتة لطيفة جدا الحقيقة. وظريف فيها ان الشوارع في عبور مشاة بتعدي، اول لما تيجي على عبور المشاة كل العربيات لازم تقف لغاية لما تعدي. يعني لطيف. في شوية محلات تحت بقى، لو انت عايز تشتري حاجة ايس كريم حاجات، يعني جو برضو ظريف ولطيف كده وتتفرج عليه. داخلين على منطقة أثرية. المنطقة الأثرية ديت لذيذة جدا، عاملين فيها أسواق، والأسواق عربي، جايبين أسواق عربي، جايبين حاجات من المغرب كتير قوي، عندهم مغاربة كتير قوي عايشين في المنطقة ديت. وجايبين بقى شاورما، وجايبين حلويات مغربية، وجايبين كحك وغريبة وحاجات جميلة، حلويات الشرقية بتاعتنا. منطقة كانت جميلة جدا وأشكالها جميلة وخيم جميلة، وفعلا وكان كله ساعتها
بيوضب علشان الليلة ديت ليلة فيها شغل وفيها مزيكا وكاتبين سوق عربي اهوت، وكل الناس بتحضر اهو الشاورما والحاجات ديت. كانت حاجة ظريفة جدا. وتخش على طبق السردين وجمال السردين وطعم السردين اللي يجنن، طازة 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 جميل، وتعصر عليه الليمون كده والهواء اللي طالع من البحر وحلاوته حاجة غير عادية غير عادية. ومش قادر اقول لكم شعوري ايه، مش قادر اقول شعوري ايه الا اني اقوم وامسك الكاميرا واصور كل حتة سردين انا هاكلها، والناس هتدعي عليا وتقول لي بالهنا والشفا يا حنا. لكن فعلا فعلا جميل جدا. وده كان السردين الله يرحمه بعد ما دخل بطن العبد لله وبقى زي حطام الطائرة المنكوبة. طبعا وانا راجع البيت قلت احسن حاجة اجيب سمك عشان الناس اللي معايا يخلوني اعيش في سلام. رحت اجيب سمك البوري الدنيس اللي يجنن، طالع زي الفضة كده، حاجة مش معقولة. سردين طبعا بينضفوا السردين يشيل الدماغ بتاعه، حاجة جميلة جدا يعني. حطيت السردين في الصينية وحاجة بقى مزاج بقى، وغني بقى يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلولو يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلولو يا حلاوة، حلاوتها لما تصفالي انا وانتم واللي في بالي. سردين يجنن، مش عارف اقول ايه واوصف ايه وحلاوته ايه. حطيت عليه شوية ليمون، شوية زيت الزيتون، ملح وفلفل وشوية كمون وشوية بودرة توم. مفيش احلى من كده يا جماعة. وبعدين الجمبري اللي لونه وشكله كل حاجة فيه بتتكلم. شوية جمبري حلوين كده، معاهم شوية توم طازة فريش وليمون وكمون في الحل. السمك البوري بجد طالع بجد من البحر، يعني العين بتلمع، القشر من السمكية ماسكة نفسها صحيحة كده ما بتتنيش. حاجة تحفة. برضو زيت وليمون نضفهولي، وحطيت زيت وليمون وملح وبودرة توم وكمون. كل ده دخل الفرن. طبعا ما عندناش شواية هناك، احنا كنا مأجرين شقة فما عندناش شواية، عندنا بوتاجاز، فاحنا بنحاول نستعمل الحاجات المتاحة في المطبخ. لكن من كتر ما الاكل طازة وجميل طعمه بجد، انا ما دقتش سمك بالطعامة دي. يا سلام بص البطروخ عامل ازاي في السمكية. يعني هقول ايه حاجة الواحد مش مصدق نفسه. المهم انا راجع بوصف بقى وواصف الحاجات دي، وصراحة اعصابي باظت من كتر جمال الاكلة ديت. كل حاجة دلوقتي بقى طالعة من الفرن، السردين والجزلة السمك الجميلة ديت طالعة برضو، وهتشوفوها دلوقتي حلوة ازاي هتجنن. والسمك البوري بحلاوته وجماله طالع من الفرن بيتكلم. والعنب الابيض وعين الابيض والعنب المحمر شويه مزيان. احنا طالعين بقى نزور مانو دهوت في الجبل، البيت بتاعه في الجبل. really exciting place يعني. رحنا عند مانو هنا في الجبل. مانو ده الراجل اللي كنا مأجرين من عنده الشقة، راجل لطيف جدا جدا جدا. اللي عنده بقى البيت فيه ليمون وفيه برتقان وفيه زيتون،
على الشجر وفي كمثرى وحاجة تحفة. عزمنا وقعدنا عنده، أكلنا وشربنا شاي وخدنا فاكهة. كان يوم جميل جدا. دخلنا بقى على التمشية بتاعت بالليل والسوق الظريف اللطيف كده هوت اللي عامل زي هقول خان الخليلي. اكشلي شفنا واحد من مصر حاطط حاجة خان الخليلي وورق بردي وحاجات كتير هناك، كان ظريف قوي. وبعد كده بتتمشى بقى الحتة ديت فيها انوار كده جميلة. الناس هنا بيلعبوا بعجل وكده هوت، وقعدة لطيفة كده بالليل في الهواء الجميل ده. وكلها تمشية بالليل حلوة، والجو حلو على طول، مفيش ولا مطر ولا اي حاجة، والانوار والتماثيل اللي في الشوارع، نافورة المية اللطيفة جدا برضو نازلة كده عاملة شكل حلو. يومين حلوين قوي 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 قوي. اسبانيا رخيصة، بلد رخيصة كلها، الاكل رخيص، المطاعم رخيصة، الاقامة رخيصة، كل حاجة حلوة. ارجوكم بقى تدعمونا وتدعموا القناة بتاعتي بالسبسكرايب واللايك والشير والتعليقات وان شاء الله نجيب لكم حاجات جميلة اول باول. شكرا جزيلا.